ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشوني. انا النهاردة هعمل مكرونة اقتصادية خالص، مع ان الطماطم غالية بس يلا مش مشكلة. معانا نص كيلو من المكرونة القلم، معانا كيلو من الطماطم، مش هناخده كله طبعا، انتوا عارفين زي ما انا بقول لكم الطماطم غالية. هناخد الطماطم بتاعتنا ومش هنسلق المكرونة، هتشوفوا الوصفة معانا للاخر عشان ايه هتعجبكم ان شاء الله. هناخد الطماطم هنقطعها كده وهنحطها في الخلاط اهو. هننقي الطماطم الحمراء، هناخد زي نص كيلو من الطماطم. تمام. الاكله النهارده هتبقى مكرونه وبس، مفيش حاجه تانية، اقتصاديه خالص بس لحد ما زي ما انا بقول اهوت. هناخد ديت وهنعين دي كده مش لها لازمه، هنعينها. والقرنين الفلفل دول برضه هنعمل بهم حاجه. هنحط كوبايه ميه على الطماطم بتاعتنا وهنضربها وهنصفيها. ومعانا بقى حطينا هنا شوية زيت، زي 5-6 معالق كده من الزيت. ومعايا الفلفل الأخضر اللي أنا وريتهولكوا الحامي، هاخد نصه بالظبط وهنزل بيه كده في الزيت اهوت. معانا صلصة، كيس من الصلصة بمعدل 2 كبار. معلقة من السكر اهو، وهنزل بقى على الصلصة والنص قرن شطة. طبعا انت لو بتحبي الشطة هتحطي اكتر، امال انا بستكفى بالنص الحامي كمان، يعني كده هيبقى كويس جدا. معانا بقى الطماطم اللي احنا صفيناها اهوت، عصرناها في الخلاط وصفيناها، نزلت بيها وكده الدنيا كده تمام معايا مظبوطه. معايا التتبيله بقى، معايا معلقه صغيره بابريكا، وربع معلقه كزبره ناشفه، ربع معلقه كمون، السبع بهارات نص معلقه صغيره، نص معلقه برضو فلفل اسود، 2 مرقه دجاج. وهنزل كده بالتوابل ديت على الصلصه بتاعه المكرونه، والصلصه بتاعت السباكه تبقى تمام. وهنزل بالمكرونه وهقلبها كده كويس. الاكله بتاعت المكرونه دي يا دوبك تخلصيها، يعني يا دوبك تعمليها تسويها كويس وتقوم على طول ايه واكلها على طول. مش ينفع اللي هي تستنى، ليه؟ يعني لو استنت بتبقى ايه مش متاحه زي ما بتبقى ايه على طول تاكلها يعني. وهننزل بقى بشويه ميه سخنه، ميه مغليه هننزل بها اهو زي ما بقولك كده، تاكل المكرونه على طول اهو. شويه كمان وخلاص كده، وهنغطيها ونسيبها. طبعا انا دقت الملح بتاعها لقيتها كده 2 مرقه الدجاج كويسه كده عليها، مش عايزين ملح تاني يا جماعه. شفتوا بقى المكرونه صيصه ولايصه شفتوا حلوه ازاي اهي. وكده استوت بقى معانا المكرونه، وهنغرفها معاكم وهوت. هنغرف بقى المكرونه، شفتوا نازله ازاي جميله قوي، ومش هنحط عليها اي حاجه خالص اهي. وهناكلها زي ما انتوا شايفين كده اهو. اكله اقتصاديه يعني، والله مش اقتصاديه قوي يعني، بس يلا لحد ما اهو بتاعتنا. وشوفوا جميله قوي وايه يعني، مش هقول لكم طريه وحلوه قوي. هندوق بقى يارا سخنه طبعا، حلوه قوي قوي بألف هنا وشفا. انا ما عنديش كزبره ولا عندي اي شبت ولا حاجه. جبت قرن فلفل كده اخضر من البارد وقطعته كده بس اللي انا اكسر اللون بتاعه. وادي النهارده الغدا بتاعنا، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على الف خير في فيديو جديد. لو اول مره بتشوفونا انا اسمي نجوى ابراهيم. مش تنسوا بقى تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، مش تنسوا تعملوا لايك واشتراك للقناه. ومتشكره جدا على اللي معلق لي، ومتشكره على اللي بيشتركوا الجداد. يا اهلا وسهلا بكم وشرفتوني وشرفتوا القناه. واشوفكم على الف خير في فيديو جديد. مع الف سلامه، باي باي.